بيز لاين مش بيبدأ من الزيرو، المريض بيرجع يستنشق CO2 تاني، فهنا في مشكلة في الدايرة أو الصمام نفسه. سادس رسمة معانا وهو الكيورير كليفت، بيكون شق صغير في البلاتو، معناه المريض بدأ ياخد نفس أثناء الشهيق، وده بيكون علامة على نقص جرعة المرخي العضلي المصل ريلاكسنت. ده أكتر بيكون في حالات التخدير العام، معناه إن الجرعة قرب مفعولها ينتهي وعاوزين نزود الجرعة. الرسمة اللي بعد كده الكاردياك اريست، الاند تايدال CO2 بيكون منخفض جدا أقل من 10 غالبا، والموجة بتكون صغيرة جدا أو شبه مسطحة، مفيش تدفق دم للرئة، يعني بنحاول CPR ولكن مفيش استجابة. أما الرسمة الأخيرة بقى وهي الريتيرن اوف سبونتينيوس سيركيوليشن اللي هي الروسك، بيكون في ارتفاع مفاجئ في الاند تايدال CO2 بعد ما كان منخفض، وده دليل على رجوع الدورة الدموية. حاولنا CPR هنا بقى والمريض رجع معانا الحمد لله.